هنكمل مع بعض ايه اكتر حاجة مش بتحبها في نفسك وبتتمنى ان انت تتخلص منها وايه وجعك. من ضمن الكلام اللي جالي صفحتك، يعني دي اكتر حاجة في الكون بالنسبة لك نفسك تتخلص منها في نفسك. صفحتي، طب ما عندك زر بلوك ما تعمله. اتنين تانيين قالوا الوحدة، نفسي اتخلص من الوحدة ويكون ليا ذرية. وحد تاني قال الوحدة برضو نفسي اتخلص منها. طيب اولا ربنا يرزقك ويرزقنا جميعا يا رب بالذريه الصالحه والزوجه الصالحه لو ما كانتش موجوده، والازواج والزوجات، امين يا رب العالمين، سواء النساء او الرجال. لكن المهم والاهم ان احنا نتقبل حالنا في الوقت الحالي طالما ما اتجوزناش او طالما ما بقاش عندنا اولاد. زائد لازم نعرف جيدا ان الزواج ممكن يكون نقمه وممكن يكون نعمه، فاللهم اجعله نعمه. وممكن برضو الاولاد يكونوا نقمه ليا او عليا، وممكن يكونوا نعمه كبيره طبعا ليا او عليا. فاحنا ندعو الله سبحانه وتعالى كثيرا. الحاجه التانية، عشان اتخلص من الوحده وانا عايش لازم يبقى عندي هدف في حياتي، ويبقى عندي صحاب كويسين، ويعني ارضى وارتضى باللي ربنا سبحانه وتعالى قسمهولي، علشان ما ادخلش في حاله اكتئاب، وعلشان كمان ما يبقاش كل محور الكون بالنسبه لي هو الزواج او الاولاد. لان من الوارد جدا انا اعيش واموت ما اتجوزش، سواء انا بنت او ولد، عادي جدا. فلازم ان انا ارتضي بما انا عليه، ويكون عندي هدف، مش مجرد حياتي كلها شغل والبيت وبس وخلاص. لا، لازم يكون عندي هدف، ولازم اكون عامل لنفسي سيستم في حياتي، وما يكونش عندي روتين عشان ما يبقاش عندي الملل وامل من اليوم يعني. ساعتها انت او انتي مش هتحس طبعا بالوحدة بالشكل الكبير، وهتلاقي نفسك وانت قريب كمان ربنا بتتآنس وبتأنس بالله سبحانه وتعالى، وربنا سبحانه وتعالى بينزل عليك سكينة وأنس، ويعني مش هتعرف جاي منين سبحان الله. فحاول ان انت تعمل كده، وصدقني هتلاقي نتيجة كبيرة جدا. واتمرن كتير، الرياضة مهمة جدا وبتعرفك على ناس كويسة بغض النظر عن الناس الوحشة، لان كل مكان فيه الحلو والوحش. طيب في حد تاني قال الهموم. بداية ربنا سبحانه وتعالى يبعد عننا الحزن ويبعد عننا الهموم والكرب ويفرج كربنا، ويعني يجعل أيامنا كلها يا رب بفرحة وسعادة وهنا. لكن عايزة أقول لك حاجة بس مختصر كل شيء، احنا عايشين على الأرض في الدنيا، مش عايشين في الجنة. الجنة الحاجة الوحيدة اللي مفيهاش ولا هموم ولا حزن ولا شقاء ولا أي حاجة، فالدنيا معروفة بشقائها. فدايما تدعي الله سبحانه وتعالى وتقرب الى الله سبحانه وتعالى. والشيء التاني ان حضرتك ما تستسلمش للهم والحزن، لان ما في حد في الكون حتى لو انا شخصيا ما عندوش هم او حزن. كلنا عندنا هموم، عندنا احزان، وعندنا بلاوي، وعندنا حاجات كتير يعني لا يعلمها الا الله سبحانه وتعالى. ومع ذلك احنا بنتحدى نفسنا ونتحدى الاخر ان احنا نوصل، وان احنا نبقى ناجحين، وان احنا نبقى كويسين، وان احنا نعدي من اللي احنا فيه، ونتصبر بالله وذكر الله سبحانه وتعالى. طيب حد تاني قال انا اني انافق واجامل الاخرين ده شيء مستحيل وبيخسرني ناس كتير. مش مطلوب منك ان انت تنافق خالص مطلقا، مطلوب منك ان انت تقول الحقيقة والصراحة حتى لو اللي حواليك مش هيعجبهم. لكن مطلوب منك حاجة صغنطوطة، ان يكون عندنا بس اسلوب. يعني مش لازم ان احنا عشان مش بننافق وان احنا مثلا مش بتعرف تجامل كتير اتس اوكي، لكن جبر الخواطر على الله، فلازم يبقى برضو عندنا احنا كمان جبر خواطر، عندنا الاسلوب الكويس. يعني مش لازم ان انا اقول الكلام بدش، مش لازم ان انا اقوله باسلوب مش حلو عشان انا اكون كده مش بنافق، مش لازم ان انا اقوله باسلوب يجرح اللي قدامي وجرح في اللي قدامي. لا، قول كل اللي انت عايزه، وقول رايك، ويعني صارح اللي قدامك وكل حاجه، بس الاسلوب، لان الاسلوب في التعامل عليه عامل كبير جدا، وجبر الخواطر مهم جدا جدا جدا. واللي مش نقبله على نفسنا يتقال لنا، ما نقبلوش على الغير. حد تاني قال انا عايز اتخلص من الجدعنه. لا طبعا خالص. اوعى مهما يحصل ومهما تقابل انك انت تفقد ده فيك. بالعكس، خلي ده فيك لغايه لما تموت. انت عارف حتى مع الناس الواطيه لا مؤاخذه، خليك معاهم جدعان برضو. يعني هم بعاد عني، هم خسروني، مش عارف ايه، بس وقت ما هيبقى فيه موقف انا اول واحد اللي هبقى جدع معاهم فيه. مش عشان خاطر حاجه، ده بالعكس، ده انت كده بتعلم عليهم اكتر، وانت كده بتثبت ان انت راجل اكتر. واعرف ان في بنات ارجل واجدع بكتير جدا جدا من ذكور كتير، يعني او اشبه رجال. فبالعكس انا مش عايزاك ابدا ان دي تتخلص منها، بالعكس اثبت عليها، وما تزعلش لو لقيت حاجه مش كويسه او بتتخذل، لانه في الاول وفي الاخر اللي قدامك هو الخسران. من الحاجات التانية حد قالك انا عايز اتخلص من النساء، وفي حد تاني تعليق قالك حب البنات. طيب
حب النساء او البنات او الجو ده كله مش هتتخلص منه حضرتك غير بالقرب من الله سبحانه وتعالى بطريقه صحيحه، الصلاه والتعبد والعباده وذكر الله سبحانه وتعالى. وان انصحك وانصح اي حد بيسمعني والناس اللي قالت ده تحديدا ان هم يقراوا كل يوم قبل ما يناموا سوره يوسف عليه السلام، ويسمعوا ويقرأوا عن سورة يوسف وعن قصة يوسف عليه السلام، وهي قصة العفة والحياء، وتدعي الله سبحانه وتعالى صدقا صادقا، لأن الله مع الصادقين، وإن الله يحب الصادقين، ومن صدق الله أصدقه الله. يعني انت هتصدق مع الله سبحانه وتعالى في نيتك انك فعلا يقينا وانت بتدعو الله سبحانه وتعالى عايز تبعد عن هذا البلاء والابتلاء، ربنا سبحانه وتعالى هيبعدك وهيخلي في قلبك بس واحدة بس، لان هو ده المطلوب، او 4، لان الشرع طبعا محلل لك 4، فده وضع تاني. اوكي، فانت دايما تدعو الله سبحانه وتعالى وتقترب من الله سبحانه وتعالى، وكل ما هو يقترب يعني منك الى الله افعله. واي باب فيه بقى مداخل للنساء والبنات، بما ان حضرتك واي حد من اللي سأل من دول في مداخل للنساء، او شايف ان هو بيفتن من النساء حتى لو كانت لابسه قلعه ايا كان، لا خلاص يبقى انت ما تشوفش وغض بصرك، لان حتى ربنا سبحانه وتعالى قال لنا غض البصر، فافعل ذلك. يعني دي بقى قلعه لابسه حاطه اللي حطاه عامله، هي هتحاسب على ذلك، انت هتحاسب برضو على عدم غض بصرك طبعا. فيجب ان انت تغض بصرك، لان ده هيعفك كتير، بجانب زي ما قلنا سوره يوسف عليه السلام، بجانب الدعوات الصادقه، الصادقون يصدقهم الله. واقفل باب صحوبيه البنات بالمناسبه، يعني حته ان انا بصاحب على بنات والجو ده اقفله خالص، ما تقعدش تفتح على نفسك بقى ابواب وتقول انا اصلا انا بحب، اصلا انا مش عارف اتخلص من كذا، اصلا انا مش عارف ايه. حد تاني قال انا عايزه اتخلص من الاكل. هتتخلص من الاكل لما يكون عندك هدف، وعايز يبقى انت شخص رياضي او شخصيه رياضيه، فبقك ده هيتقفل ولو شويه، حتى لو مش هيتقفل خالص، هو مش مطلوب يتقفل خالص، هو مطلوب يعرف ايه اللي يدخله وايه اللي ما يدخلوش، مطلوب يعرف ايه اللي يدخله من سعرات حراريه او الاكل الصحي ايه وايه لا. مطلوب حتى لو لخبط يبقى مره مثلا، يعني فين وفين، مش كل شويه، مش كل يوم، مش عمال على بطال. انت اول ما تحب نفسك وتعرف قيمه نفسك وتبقى عايز تلبس وتتشيك وتعمل فورمه، وتشوف الشباب اللي زي حضرتك كده في سنك ولا اصغر ولا اكبر ما شاء الله عليهم لياقه وفورمه ما حصلتش، فتبتدي ان انت تغير الغيره الحسنه اللي هي بيسموها، اللي انا عايزه اقلد الشخص ده في الايجابيه اللي هو فيها او في الفورمه اللي هو فيها فاعمل زيه، فده حاجه غيره حسنه. حضرتك على طول اول ما تعرف قيمه نفسك وتحب نفسك وتبقى عايز يبقى عندك هدف، هتبتدي تقفل بقك، لان هو الاتجاه بيكون من هنا، ان انا ابتدي اللي انا اقلل من اكلي في ده، او اقفل بقي شويه في ده، او اتخلص من ده. هو الاتجاه بيكون من هنا، ان انا يكون عندي هدف، وان انا اكون عايزه اعمل حاجه لنفسي، واكون بحب نفسي وعارف قيمه نفسي، وعايزه ابقى صحيا كويس. حد تاني بيقول انا بقى عندي لا مبالاه سيكه او زياده عن اللزوم بسبب ان الناس اضطرتني لكده. طيب هو عموما انا شايفه انه بيبقى احيانا حلو ان احنا يكون عندنا لا مبالاه، وحلو ان احنا نكون باردين كده شويتين 3، وحلو ان احنا نقول كمان طز اسلوب حياه، واللي عاجبه عاجبه واللي مش عاجبه ويضرب راسه في قدام حيطه. ليه؟ علشان احنا في الاخر بنتعب، عشان في ناس فعلا مريضه وناس ناقصه وناس فعلا تتعب اللي متتعبش. فاحيانا بيجي علينا وقت بيبقى كويس ان احنا نعمل كده، على فكره مش وحش خالص، عشان نريح ده، علشان نفكر في نفسنا اكتر ونركز في نفسنا اكتر، والا هنتجنن او هنبقى شبه الناس الناقصه والمريضه، او هنضيع وقتنا. فانا شايفه ان ده كويس مش وحش على فكره، ولكن ما يبقاش كلي. هي دي الفكره بقى، ان ازاي اعمل توازن. حلو ان انت تعمل احيانا ده احيانا، وتعرف تعمله مع مين ومش مع مين، لكن كليا فتخسر ناس، او تبتدي ان انت ما تفكرش حتى في الصح ويبقى عندك لا مبالاه اتجاهه او من ناحيه الله سبحانه وتعالى، لا، هنا بقى واقفه، هنا غلط. فانا معاك جدا ان انت تعمل كده، انا شخصيا بقيت بعمل كده، بس بعرف امتى اعمله وامتى ما اعملوش، بتوازن بفكر، لكن مش طول الوقت بعمل ده، لكن بعرف امتى اعمله وامتى ما اعملوش زي ما قلت لك. فانت لازم تتعلم ده، فمفيش مشكله وانا معاك جدا، اعمله زي ما انت عايز، ولكن بشكل يعني فيه نسبه، وبشكل ما يؤذكش، وبشكل ما يجعلكش انت ناحيه الله سبحانه وتعالى زي ما قلنا، او الصح والغلط والحلال والحرام يبقى عندك لا مبالاه تجاهه، لا خالص، ما ينفعش. طيب اخر حاجه انا هرد عليها النهارده، الحب اللي وجعني. واحد بيقول الحب اللي وجعني انه بيبتدي بالمحبه والحنان والعطف للشخص، ولكن بيطلع هو حاططهم في الارشيف او في المهملات اللي عامله زي سله المحذوفات في الكمبيوتر.
الحب شيء جميل، ولكن مش اي حد نصدقه لما يقول لنا كلمه بحبك، لان الكلمه بقت سهله كتيره جدا، وبقت كتير كلمه لمصلحه او مدعمه للاسف، الا من رحم ربي بالشهوات والنزوات، سواء من راجل او من ست، الا من رحم ربي. الحب شيء جميل، ولكن المهم ان احنا نتاكد من اللي قصادنا ان هو يستاهل ويستحق ان احنا نعزه او نحبه، ويبقى متاكدين ان هو فعلا يستحق ده، ويبقى عارفين مشاعره تجاهنا، علشان ما نقعدش نتعلق ونحبه وخلاص ونتوجع في الاخر. وممكن احنا نكتشف ان احنا اللي في الاخر ظالمين على فكره نفسنا، واحنا اللي واهمين نفسنا، واحنا اللي غلطانين اساسا. فلازم تعرف الشخص كويس اللي قدامك، كويس محترم صريح واضح، يعني في صفات مهمه جدا بتبين ان الشخص ده يستحق ولا لا، بصفه عامه الحب والمعزه والغلاوه. وبعد كده بقى تدخل، لو انت هتدخل في رومانسيه او تدخل في الجواز المفروض يعني، والحب اللي هو العاطفي يعني، مفيش مشكله. ولكن بعد ما انت تكون متاكد من الشخصيه الاول، ومتاكد كمان ان هي تستحق زي ما قلنا، ومتاكد كمان واكتر ان هو او هي بمعنى اصح هي، يعني طالما انت راجل بتسال بتحبك او عندها مشاعر او قبل الموضوع، عشان ما نوهمش نفسنا. فلازم برضو نشغل ده شويتين. انا عارفه الحب لما بيجي يدق على قلبنا احيانا ما بيعرفش العقل، لكن لازم العقل يشتغل اولا قبل اي حاجه تانية. ولو الحب حسيناه شويتين او حسينا مشاعر بدائيه، ده بيبقى لسه مش الحب، ده بيبقى اعجاب، بيبقى الخفقه، بيبقى احساس كده حلو جميل كده في الاول يعني مبدئي، لكن ممكن يتحول الى حب حقيقي، وممكن يتحول لتكمله وزواج طبعا ممكن. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ارى للمتحبين مثل النكاح، يعني اي اتنين بيحبوا بعض يتزوجوا. انا كده رديت على اكتر الاسئله، وبتمنى اكون افدتكم، وان شاء الله باذن الله اشوف لو في اسئله تانية هرد عليها سواء على الفيس او الانستجرام. وشكرا جدا ان انتوا بتتابعوني، وشكرا ان انتوا حضراتكم بتسالوني، وانا مبسوطه ان انا برد عليكم، ودايما يا رب نكون مع بعض.